طب لو هدخل بقى في الجرافيك ديزاين، زي ما قلنا مش بس اللوجو، مش بس الكتب، ممكن اشتغل اصلا في مجلات، ابقى انا الجزء التصويري، المحاكاه التصويريه للقصص القصيره، او مش بس القصص القصيره ولا بس البوسترز ولا بس الكتب من بره والمجلات وكده. زي ما قلنا ممكن حاجات تطبع، الطباعه في العموم، الطباعه بقى على ايا كان الخامه، الطباعه على الازاز، الطباعه على البلاستيك، الطباعه على الفخار، على المجات، على الشنط، على الهدوم والى اخره، طباعه بما لا نهايه على ايه ممكن اطبع عليه. الانيميشن، الويب سايت ميكنج، ان انا اصلا ابقى شغال بس على ويب سايت، مش هطبع ومش هنزل شغلي ده في حته، هو اخر الويب سايت والسوشيال ميديا، لان زي ما عارفين دلوقتي طبعا ان كل السوشيال ميديا ممكن انت تجيب من عليها فلوس، حتى الفيسبوك nowadays. فاليوتيوب ككونتنت فيديو كرييتور او ديجيتال كرييتور، ان انت بتعمل بوسترز مثلا، او ان انت بتدخل في تفاصيل اكتر، ان انت اصلا بتبقى كونتنت رايتنج وكمان بتعمل الحاجه دي، او ان انت في حد بيكتب لك وانت بتعمل الاثنين بالتوازي. كل الحاجات دي مكمله لبعضها. حتى لو ميوزك برودكشن مثلا، اللي هو الموسيقى والجانب الموسيقي والانتاج الفني والبوسترز اللي بيحتاجوها، الجانب المسرحي والبوسترز اللي بيحتاجوها، غير بقى الايفكتس كمان اللي بتتعمل بريال ثينجز، حاجات اصلا بالبرامج اللي هي الايفكتس بتاع التمثيل بقى، سواء حاجات بقى افكتس رعب بقى والكلام ده كله. فكل ده بتكامل مع الجرافيكس ومع اساس اصلا الديجيتال ماركتنج والديجيتال جرافيكس والكلام ده كله.